العام المساعد للجامعة العربية، أهلا بك. تم الإعلان عن تغيب العاهل المغربي رسميا عن القمة. وزير الخارجية المغربي قال بأنه في محددات ورغم الوعود من الجامعة العربية تم خرقها. تعليقكم؟ يعني طبعا كنا نأمل أنه جلالة الملك يكون حاضر. هذا قرار جلالة الملك أكيد. نحن كان لدينا دائما رغبة في تليين العلاقة بين البلدين، ربما لإتاحة الفرصة أن تكون هذه القمة فاتحة خير على العلاقة بينهما. للأسف لم نتمكن من ذلك. كان هناك ظروف وملابسات ربما هي التي أدت إلى هذا القرار. ما زال يحدونا الأمل في أنه نصل إلى نقطة يعني تمكن الدولتين من استعادة هذا القدر المناسب من الحوار بينهما، وأملا في استعادة العلاقات على النحو الذي كانت عليه. لكن ندرك صعوبة ذلك ونأمل أننا نستطيع، وغيرنا من الأطراف ربما، لكن على مستوى الأمين العام أعتقد أنه نحن مهيئين لذلك، ونأمل أن يكون في تجاوب مع هذه الجهود التي تمت. فقط سؤال، ما الذي حدث ومن يتحمل المسؤولية برأيك؟ لأنه بالأمس ذكرت أنه استطعتم احتواء التوتر بين الجزائر والمغرب. يعني طبعا هتسامحيني إذا قلت لك أني الخوض في الإعلام في هذه الأمور اللي هي فيها حساسيات كثيرة ربما يزكي من نار الفتنة ولا يساعدنا في احتواء الخلاف. لا نريد أنه القمة في حد ذاتها تكون يعني مثار للخلاف. هي بالعكس، هي مفروض ونأمل كنا جميعا أنها تكون يعني هي دافع للالتقاء والحوار. كون أنه حصل بعض الأمور واستطعنا احتوائها في حينه بالفعل، لكن بالنهاية هذه قرارات دول وقرارات قادة، وجلالة الملك اتخذ قراره بمعرفة وثيقة بكل التطورات التي حدثت. ف يعني أنا عادة لا أفقد الأمل، والدبلوماسية هكذا لا يجب أن تفقد الأمل حتى لو العلاقات مقطوعة، حتى لو الطرفين يعني يكادوا ان هم يتحاكوا مع بعض، فالامل معقود وموجود وقائم ولا يجب ان نفقده ابدا. كان في حديث عن أنه في نقطة توتر فيما يتعلق ببند التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إن كان من قبل تركيا أو إيران. إلى أين توصلتم؟ وهل يمكن اعتبار أنه القلب واحد إذا ما صح التعبير بين الدول العربية حول مخاوفهم أو لا؟ شوفي حضرتك، هو بلا شك في بعض الاختلافات في وجهات النظر هنا، ولكن نستطيع أن نقول أن في النهاية كيف احتوينا الخلاف؟ احتوينا بشكل فني إجرائي توافق الجميع عليه، وهو يقوم على أساس أنه نحن نؤكد على كل القرارات التي سبق اتخاذها. لا تحدد لي القرارات. يعني احنا عندنا قرارات تخص التدخلات الإيرانية، قرارات تخص التدخلات التركية، هذه كلها قرارات سبق اتخاذها على مستوى الوزراء الخارجية، ويعني على مدار الثلاث سنوات الماضية موجودة النصوص عندنا، وهي نصوص طويلة وفيها تفصيلات كثيرة، ولكن كلها تدين مثل هذه التدخلات وتتحدث عن أشياء مفصلة وحالات مفصلة بعينها. فبالتالي احنا كل هذا القمة سوف تعيد التأكيد عليه. حالات مفصلة ودول مفصلة، نتحدث عن إيران وتركيا. نعم، إيران وتركيا تحديدا. أكيد سبق أنه كل هذه القرارات موجودة ومقرة ومعتمدة، والقمة سوف تعتمدها
باعتبارها قرارات كانت على جدول أعمال هذه المجالس فسوف تعتمدها، وبالتالي تتبنى هذه المواقف بشكل أوتوماتيكي. لكن هذا لا يعني أن هناك توافق كامل، لا، في بعض الدول التي ترى يعني رؤية مختلفة، ربما لديها يعني وجهات نظر مختلفة، ربما لديها يعني مصالح مختلفة. هذه أمور تخص كل دولة وإحنا لا تعليق لدينا عليها. كل ما يهمنا كأمانة عامة لهذه الجامعة أنه المواقف تتقارب إلى أكبر حد ممكن، إلى أكبر حد ممكن. يعني القاسم المشترك الأعظم نبحث عنه دائما، وفي هذا الاجتماع وجدنا أن القاسم المشترك ممكن أن احنا نعبر عنه بهذا الشكل، يعني يكون إجمالا في التأكيد على القرارات السابقة. سؤال فيما يتعلق بالجامعة العربية وإصلاح الجامعة العربية مطلب من أكثر من جهة، حتى الشعوب تتحدث عن هذا الموضوع، البعض وصفها بأنها أصبحت ركيكة أو واهنة، فهل من خطوات جدية لإصلاح الجامعة العربية؟ وعن ماذا نتحدث؟ إذا تحدثنا عن إصلاح نتحدث عن الهيكلة، عن التصويت، عن ماذا؟ عندك وقت؟ لا، أقصد أنه إذا عندك وقت، لأنه هذا موضوع ضخم وطويل ومتشعب ومعقد، والحديث فيه أحيانا عندما يختصر يؤدي إلى سوء فهم رهيب. شوفي حضرتك وانت بتسأليني بتقولي وماذا عن وماذا عن، طيب وهل إصلاح في كذا أو كذا أو كذا؟ أنا اللي يجب أسأل عندما أستمع إلى كلمة الإصلاح، طيب هو إيه المطلوب إصلاحه؟ هل هناك مثلا ماليا وإداريا مشكلات ينبغي إصلاحها؟ الإجابة لا، مش هو ده، مش المشكلة هنا. هتسمعي في كل سؤال إجابة لا مش المشكلة هنا، وتعودي بكل المشكلات إلى سؤال واحد: هل الإرادة السياسية موجودة لحل هذا الموضوع، للتعامل بإيجابية مع هذا الموضوع أو أنا برأيي الإرادة السياسية تحتاج إلى تعزيز، تحتاج إلى إرادة. دائما نتطلع إلى الدول، والدول اللي لها رأي وقيادية ويسمع رأيها ولها تأثيرها ولها قدرتها على التأثير ولها اهتمام بالجامعة العربية كسقف للعرب جميعا. إذا راح هذا السقف سيكون العرب في مهب الريح، فهذه الجامعة للعرب جميعا. أنا أستمع دائما إلى دعاوى الإصلاح، وأقدر أن هناك دعاوى. معالي الأمين العام أكثر من مرة يسأل: يا جماعة الإصلاح ما هو المقصود به؟ إحنا حاضرين، قل لي ما هو الإصلاح. نجمع الدول حول طاولة واحدة ويتفقوا على ما هو الإصلاح المطلوب. إذا اتفقوا الأمانة العامة تنفذ. ما عندكم قراءة كأمانة عامة؟ لا، شوفي، عندنا قراءة لحاجات محددة، حاجات يعني خاصة، نقاط محددة وخاصة نستطيع أن ندلي بدلونا فيها. إنما الرؤية العامة موجودة لدى الدول، لأن الدول الأعضاء هي صاحبة هذه الجامعة. إذا هذه الدول مرتاحة للوضع الحالي كان بها، إذا غير مرتاحة فلتقل لنا ذلك بشكل أوضح وتتفق على هذا. هناك مقترحات لتحديث وتطوير الجامعة من فخامة الرئيس تبون، سوف تدرسها الدول الأعضاء، ونأمل أنه هذه المقترحات تصب في الصالح العام الذي نسعى جميعا لتحقيقه، ويرفع مستوى الجامعة العربية إلى مصاف تطلعات الشعوب العربية.